بيبتدي الفيلم بجايسون وهو بيتكلم مع صاحبه كريج وبيقول له كريج ان هو هيبعت له شحنة مخدرات على البيت علشان مش هيعرف يجيبها معاه في الطيارة. بيرفض جايسون بس كريج بيقول له ان هو بعتها خلاص وانها هتقعد عنده يوم واحد بس على ما يرجع. في الوقت ده بتدخل امه سيلفي البيت فبيقفل معاه. بيروح بعد كده لجون ابو جايسون وبيكون خارج من الشركة بتاعته وبيشوف واحد من العمال عنده اسمه جيمس وبيكون لسه شغال بعد مواعيد العمل، فبيقرر ان هو ينزل يساعده وبيتكلموا مع بعض. وبيقول له جيمس ان هو شغال عنده بقاله 3 اسابيع فبيهزر معاه وبيطلب منه ان هو يعلي الراتب بتاعه. وفي الوقت ده بيكون جايسون شايف عربية البريد وهي جايه تقف قدام البيت وبيعرف ان شحنة المخدرات اللي قال له عليها كريج وصلت. وبيستلم جايسون الشحنة وبيدخل على اوضته يشوف المخدرات، ولكنه بيتفاجئ بجهاز تتبع موجود مع المخدرات وبيلاقي شرطة مكافحة المخدرات بتخبط على الباب، فبيقرر ان هو يهرب وبيخرج بسرعة من الشباك. بتحصل مطاردة بينه وبين الشرطة وبتنتهي بالقبض على جايسون. في الوقت ده بيكون جون وصل للبيت وبيحتفل بعيد ميلاد بنته من مراته التانية اناليز، وبيلاقي مراته الاولى سيلفي بتتصل بيه وبيعرف ان ابنه جايسون اتقبض عليه. بيروح جون بسرعة لسيلفي وبتقول له انهم بيعاملوا ابنهم كانه مجرم وانها ما تعرفش اي حاجة عن اللي حصل لسه. بيسيبها جون وبيدخل يسأل على جايسون بس الشرطة في الاستقبال بترفض تقول له اي حاجة. بيوصل بعدها المحامي بتاعهم وبيسألوا جون عن تفاصيل القضية، فبيقولوا المحامي ان هي قضية فيدرالية وان كمية المخدرات اللي لقوها مع ابنه بتخليه متهم بالاتجار في المخدرات. وجايسون اعترف ان صاحبه كريج قال له ان هو هيبعت له المخدرات على البيت، وبيقول لهم ان صاحبه اتمسك وهو بيبعت المخدرات واتفق مع الشرطة ان هو هيسلمهم اللي شغال معاه مقابل ان هم يخففوا الحكم عنه. فبتسأله سيلفي اذا كان ابنها هيروح للسجن فعلا وعن المدة اللي هيقضيها في السجن، فبيقول لها ان عقوبة الاتجار في المخدرات بتكون على حسب الكمية وان الكمية اللي كانت معاه كبيرة فهو هيتحبس على الاقل 10 سنين. ويتصدم جون وسيلفي من كلامه وبيكونوا مش مصدقين اللي هيحصل لابنهم اللي كان لسه هيدخل الجامعة. بيروحوا بعد كده مع المحامي جايسون وبيقول له المحامي ان هو هيساعد الشرطة تقبض على حد من تجار المخدرات وساعتها هياخد تخفيف العقوبة من 10 سنين لسنتين بس. فبيقول لهم جايسون ان هو ما يعرفش حد بيتاجر في المخدرات وانه كان يعرف كريك بس. فبيسألوا المحامي اذا كان في حد من اصحابه بيشتري مخدرات، فبيرفض جايسون ان هو يسلم حد من اصحابه عشان يخفف العقوبة لانه بيكون متضايق ان صاحبه اساسا سلمه ومش عايز يعمل زيه. بيتعصب جون وبيقول له لازم يعمل كده وانه مش هيسمح ان هو يتسجن المدة دي كلها. وبيسيبهم جون وبيروح للمدعي العام واللي بيكون اسمها غوان، ولما بيقابلها بتقول له انه يعرف ناس كتير في المدينة لانه جالها 4 مكالمات في ساعة واحدة علشانه وان هي متعاطفة مع ابنه، بس هي مؤمنة بالقوانين وان كل واحد غلط لازم يتحاسب. فبيقول لها جون ان ابنه مش تاجر مخدرات وانه عمل غلطة غبية بس ومستعد يتعاون معاهم عشان يخرج من السجن، والتاجر الوحيد اللي يعرفه هو كريج وكريج في السجن اصلا. بتتأسف لغوان وتقول له ان في الحالة دي مش هتقدر تساعده وان القوانين واضحة ولازم ابنه يساعدهم في القبض على تاجر مخدرات عشان يخففوا المدة بتاعته. بيسيبها جون وبيروح للسجن عشان يزور ابنه، ولما بيقابله جايسون بيكون واضح عليه اثار الضرب وبيقول له انه كان عارف ان في مخدرات في الصندوق وانه المفروض ما كانش يستلمه، ولكنه بيطمنه وبيقول له ان هو مصدقه وان هو عارف ان هو مش بيتاجر في المخدرات، وبيقول له ان هو لازم يحاول يحمي نفسه جوه السجن لحد ما يتصرف ويخرجه. بيخرج جون وبياخد عربيته وبيبدا يدور على حد من تجار المخدرات عشان يسلمه ويخفف المده بتاع ابنه. وبيوصل لمنطقه كلها تجار مخدرات وبيحاول يمسك واحد فيهم، ولكن بتتلم عليه العصابه كلها وبتضربه وكانوا هيموتوه بس كان في عربيه شرطه في الشارع انقذوه اخدوه للقسم. بعد ما بيخرج من القسم بيروح تاني لغوان وبتقول له انه كان هيموت نفسه وكده مش هيقدر يساعد ابنه، ولكنها بتلاقي جون عنيد ومصمم ان هو يساعد ابنه. فبتقول له ان هو عشان يساعد ابنه محتاج يساعدهم في القبض على تاجر مخدرات ولكن لازم يكون معاه كميه كبيره جدا. فبيقول لها جون ان هو عنده شركه والعمال اللي شغالين عنده كانوا اغلبهم في السجن فهو هيعرف يتصرف في الموضوع ده. بيسيبها جون وبيرجع للشركه يدور في ملفات العمال لحد ما بيلاقي ملف جيمس اللي كان بيساعده وبيعرف ان هو اتقبض عليه مرتين قبل كده بتهمة توزيع مخدرات. بعد الشغل بيمشي وراه جون بالعربيه وبيعرض عليه انه يوصله وبيروحوا مطعم مع بعض وبيشكروا جيمس ان هو وافق يشغله عنده وان هو ساعده هو وعيلته. فبيقول له جون ان اكيد صعب يلاقي شغل وهو كان مسجون قبل كده، وجيمس بيكون فاكر ان جون عزمه في المطعم عشان يساله عن الماضي بتاعه. فجون بيقول له ان هو عاوزه لسبب تاني وان هو عاوزه يوصله بتاجر المخدرات وهيديله 10,000 دولار، بس جيمس بيرفض وبيقول له ان هو بيحاول يرجع لحياته الطبيعيه وان هو بعد عن طريق المخدرات وبيعمل كده عشان عيلته وان مجرد كلامه معاه عن الموضوع ده ممكن يتسبب في حبسه. وبيقول لجون يعتبر المحادثه دي ما حصلتش. بيخرج وراه جون وبيرفع السعر ل20,000 دولار، بس جيمس بيكون مش مهتم وبيسيبه ويمشي. بيوصل جيمس للبيت فبتقول له مراته ان هي رايحه للشغل وان المدير بتاعها طالبها تشيل شيفت دلوقتي، فبيطلب منها جيمس ان هي ما تروحش الشغل بس هي بتكون مضطره لان هي لو ما راحتش هتترفض وهم محتاجين الفلوس. تاني يوم جون وهو خارج من الشركه بيلاقي جيمس قدامه وبيكون غير رايه وقرر ان هو يساعده عشان الفلوس وبياخده وبيروح المكان لتاجر مخدرات كبير اسمه مالك
مالك وبيقول له ان هو لازم يدخل هو الاول لانه لو دخل معاه وشك فيه هيموته. بيدخل جيمس لوحده وبيكون هو ومالك اصحاب من زمان. بيسالوا مالك اذا كان رجع تاني لشغل المخدرات ومين صاحبه اللي معاه في العربيه. فبيقول له جيمس ان هو بيعمل خدمه لصاحبه واللي معاه في العربيه ده واحد من اصحابه اللي ساعدوه جوه السجن. بيوافق مالك ان هو يقابل جون. بيدخل جون وبيساله مالك عاوز ايه. فبيعرض عليه هنا جون ان هو ينقل له اي بضاعه هو عايزها وبيضمن له ان ما يكونش في اي خطر على البضاعه بتاعته. فبيساله مالك عن الكميه اللي يقدر ينقلها. فبيقول له جون ان الشاحنات بتاعته تقدر تشيل نص طن وان هو عارف ازاي هيخدع الشرطه ويعدي الشاحنات دي بكل سهوله. بيعجب مالك بكلامه وخصوصا لما بيطلب منه 15% بس. ولكن مالك بيحط شرط هو ان جون اللي هينقل البضاعه بنفسه اول مره عشان يختبر ثقته. وبيطلب منه انه يخرج لانه عاوز يتكلم مع جيمس. وبيقول لجيمس ان هو هيكون معاه في العمليه ويراقبه. بس جيمس بيقول له ان هو مش موافق وبيقول له ان هو مجرد بيوصلهم لبعض وملوش دعوه باي حاجه هتحصل. فبيهدده مالك وبيقول له ان هو هيقتل جون لو ما وافقش. فبيضطر جيمس ان هو يوافق. بيخرج جيمس وبيعرف جون ان هو هيكون معاه في اول عمليه وبيطلب منه ال 20,000 دولار اللي قاله عليه. بيرفض جون وبيقول له ان هو هيديله بس 10,000 دولار قبل العمليه والباقي لما يخلصوا. بيروح بعد كده جون لمكتب المدعي العام ومعاهم كوبر ضابط في مكافحه المخدرات. وبيكون جون مسجل الاتفاق اللي حصل بينه وبين مالك. وبيقول لكوبر ان هو محظوظ ان هو مفتشهوش وان اللي اتفق معاه ده من اخطر تجار المخدرات وهو اللي بيدير حي ادمز. بتوافق هوان على العمليه وبتتفق معاه ان هي هتقلل عقوبه جايسون لسنه واحده بس ده طبعا لو قدروا يقبضوا على مالك. بعدها بيروح جون مع كوبر وبيقول له انهم ركبوا اجهزه تنصت في بيته وفي الشاحنه وبينصحوا ان هو يتصرف على طبيعته عشان ما يشكوش فيه. بيركب جون الشاحنه بتاعته وبيقابل جيمس وبيعرفوا جيمس ان مكان التسليم هو مدينه على الحدود. بيوصلوا لمكان التسليم وبيكون عباره عن ساحه للخردة وبيقابلهم افراد العصابه وبياخدوهم عشان يسلموهم المخدرات. وبيراقبهم من بعيد التوبو زعيم العصابه اللي هتديهم المخدرات. افراد العصابه بتفتح شكاير الاسمنت الخاصه بشركه جون وبيخبوا جواها اكياس الهيروين وبيرجعوها تاني للشاحنه. ولكن فجاه بيحصل ضرب نار وبتهاجمهم عصابه تانيه اسمها عصابه الشمال. جون بيجري بسرعه يركب الشاحنه هو وجيمس وبيبداوا يهربوا. بيشوفهم التوبو وبيحميهم هو وعصابته وهم خارجين. وبعد ما الحرب بين العصابتين خلصت بيكلم التوبو ملك وبيكون عاجبه ان جون عرف يتصرف ويقدر يهرب بالبضاعه وبيقول ان هو عايز يشتغل معاه. في الوقت ده بيوصل جون وجيمس للشركه فبيتصل جيمس بملك ويعرفه انهم وصلوا وبيساله هيسلموه فين. ولكن ملك بيقول له ان هو غير مكان التسليم وبيديله عنوان تاني. بيتوتر جون لما بيعرف ان مكان التسليم اتغير ومعنى كده الخطه مش هتمشي مظبوط مع الشرطه. فبيدي مفاتيح عربيته لجيمس وبيقول له ينقل المخدرات فيها. وبيروح مكتبه وبيتصل على كوبر يعرفه مكان التسليم الجديد. بيلاحظ جيمس من التليفون اللي بره ان في حد بيستخدم تليفون الشركه وبيعمل مكالمه. وبيسال جون وهو خارج اتصل بمين وما يستخدمش تليفونه ليه. وبيبدا يهدده ان هو هيقتله لانه بيكون شاكك ان هو شغال مع الشرطه. فبيقول له جون ان هو كان بيكلم مراته وانه اتصل عليها من تليفون الشركه عشان تصدق ان هو شغال في الشركه فعلا. بيسيبوا جيمس بس بيكون لسه شاكك. بيركبوا العربيه وبيروحوا لمكان التسليم الجديد وبيكون كوبر وفريق مكافحه المخدرات وصلوا للمكان الجديد. وبيقول لهم كوبر انهم هيقبضوا عليهم بعد التسليم. بينزل جون عشان يقابلهم فبيطلب منه مالك انه يطلع المخدرات من العربيه. يستلم مالك المخدرات وبيديله الفلوس اللي متفقين عليها. وبيقول له ان الزعيم بتاعهم واللي مديهم المخدرات عاوز يقابله عشان يتفق معاه انه يشتغل معاهم على طول. كوبر في الوقت ده بيكون سامع كلام مالك ومش بيدي الفريق بتاعه الامر بالهجوم وبيقول لهم ان هم هيسيبوهم يمشوا وفعلا بيمشي مالك والعصابه بتاعته. وجون بيكون مستغرب من اللي حصل. بيركب العربيه هو وجيمس وبيرجعوا للشركه تاني يوم بيروح جون يقابل غوان وكوبر وبيكون متعصب جدا انهم ما قبضوش على مالك وعصابته. فبيقول له كوبر ان هو سمع كلام مالك وانهم ممكن يقبضوا على اللي بيبيع لهم المخدرات وانه شخص اهم من الملك بكتير. وبتطلب منه غوان ان هو يصبر ويقابلهم كمان المره الجايه عشان يقبضوا على الشخص ده. بيتعصب جون وبيسيبهم وبيمشي. وبيروح جون الشركه بتاعته وبيكلم سيلفي وبتقول له يقابلها في اسم الشرطه. ولما بيخرج جون من الشركه بيشوفوا جيمس وبيمشي وراه بالعربيه. بيروح جون يقابل سيلفي في الاذن وبتقول له ان ابنهم اتضرب جوه السجن ولما راحت تزوره منعوها من الزياره لانه في العياده. فبيطمنها جون وبيسيبها ويخرج بره الاذن. وهو خارج بيقابل جيمس بره وبيساله جيمس كان بيعمل ايه في الاذن. فبيقول له جون على كل حاجه وان ابنه محبوس. وبيقول له ان هو بيتعاون مع الشرطه عشان يخففوا مده العقوبه بتاع ابنه. بيتنرفز جيمس وبيقول له ان مالك تبع مافيا كبيره جدا ومش بس هيقتلوهم هما الاثنين هيقتلوا عيلتهم بالكامل. وبيسيبه يمشي. بيرجع جيمس للبيت وبتلاقي مراته الفلوس اللي اخدها من جون وبتعرف ان هو راجع تاني لتجاره المخدرات. فبيقول لها جيمس ان هو في مشكله وبيطلب منها ان هي تلم هدومها هي وابنها وتروح تقعد عند امها لحد ما الفتره دي تعدي. في الوقت ده بيكون جون رجع للبيت بسرعه وبتقول له مراته ان العصابه دخلت للبيت فجاه. فبيطلب منها جون ان هي تروح تاخد بنتهم من المدرسه وتروح تقعد عند اختها. وبيسال جون مالك عن سبب دخوله لبنته فبيقول له مالك ان التوبو طالب يقابله وبياخدوا مالك وبيروحوا يقابلوا التوبو. لما بيوصلوا بيقول مساعد التوبو لمالك ان التوبو عاوز يقابل جون بس. بيدخل جون
وبيقابله وبيقول له التوبو انه لو اشتغل معاهم هيبقى من العيله بتاعتهم وتحت حمايتهم، مش بس هو ومراته وبنته، وبيكون عارف اسمائهم كلهم. وكده التوبو بيكون في تهديد وبيقول له ان شحنه المخدرات الجايه هينقلها لوحده ويوصلها للمكسيك، وانهم هيدفعوا له 250 الف دولار بمجرد ما يوصل الشحنه. والمره دي اختبار بالنسبه ليه عشان ينال ثقتهم. وبيسيبوا التوبو ويمشي. بيدي مساعد التوبو تليفون لجون وهو خارج، وبيقول له ان هو هيتصل بيه بعد يومين وهيديله عنوان يستلم منه الشحنه الجديده، وانه ما بقاش شغال مع مالك خلاص، دلوقتي هو شغال مع التوبو. بيخرج جون من عندهم وبيروح يقابل غوان وكوبر، وبيقول لهم ان هم عارفين اسم مراته وبنته، وبيسال كوبر اذا كانوا عارفين عن ابنه جايسون. فبيطمنوا كوبر لان جايسون متسجل باسم امه. بيسالوا كوبر عن اسم الشخص اللي قبله، فبيقول له جون ان اسمه التوبو. بيتصدموا لما بيسمعوا الاسم، وغوان بتقفل باب المكتب، فبيلاحظ جون انهم متوتروا، فبيسالهم مين التوبو. فبيقول له كوبر ان التوبو عسكري سابق وانه من زعماء المافيا المكسيكيه. وبيقول لهم جون ان هو هينقل لهم شحنه كمان يوم للمكسيك. فغوان بتقول له ان هو لو هينقل شحنه للمكسيك فده معناه ان هو هينقل فلوس مش مخدرات، وانهم لو مسكوا الفلوس دي والتوبو دي هتبقى ضربه كبيره جدا للمافيا. ولكن بيبان على كوبر انه قلقان، فبيطلب من غوان ان هو يكلمها على انفراد. ولما بيخرج جون بيقول لها ان التوبو دايما بيعرف يهرب وان مالك بين ايديهم وممكن يقبضوا عليه. غوان بترفض وبتكون مصممه انهم يقبضوا على التوبو ويمسكوا الفلوس. وكوبر بيقول لها ان لو جون عبر الحدود بالفلوس دي مش هيرجع تاني. هو بيكون قصده ان المافيا هتقتله، ولكن غوين برضه بتبقى مصممه. بيسيبها كوبر وبيخرج وبيدخل جون يتكلم معاه، وبتقول له غوان ان هي عاوزه تقبض على التوبو وكل العصابه وتمسك الفلوس اللي رايحه المكسيك. فبيستغل جون الفرصه بما ان هي غيرت الاتفاق، وبيقول لها ان هو هيساعدهم بس بشرط ان ابنه يخرج في نفس اليوم. وبتضطر غوان توافق على كلامه، وبيسيبها جون وبيروح يزور ابنه في السجن. بيقابل جون ابنه وبيكون باين عليه ان هو متبهدل ومضروب جوه السجن، وبيقول له جون ان هو عاجبه تصرفه في الاول وانه مرضيش يخون حد من اصحابه ويدخله السجن عشان يخرج. وبيخلص جون زياره ابنه وبيروح يقابل جيمس، وبيشكره جون عشان معرفش مالك ان هو شغال مع الشرطه، وبيطلب مساعدته وبيقول له ان هو مش هينفذ كلام الشرطه وان هو عنده خطه. بعدها بيجي رسالة جون بالعنوان اللي هيستلم منه الفلوس، وبيخرج جون وبياخد الشاحنة، وكوبر وفريقه بيكونوا مراقبين وحاطين أجهزة تتبع ومراقبة في الشاحنة. وبيقف جون في نص الطريق وبيبدل الشاحنة المتراقبة بشاحنة تانية، وكوبر بيقلق لما بيلاقي جون ما اتحركش بقاله فترة، فبيروح لمكان الشاحنة بس مش بيلاقي جون فيها. بيتصل جون على جيمس وبيقول له إن هو معتمد عليه وإنه محتاج رقم التوبو عشان خطتهم تكمل. بيقفل جيمس معاه وبيكون في بيت بيراقب منه عصابة مالك. بيوصل جون للعنوان وبيقابله مساعد التوبو وبياخده وبيوريه الفلوس اللي هينقلها، وبيقول له ان هو هينقل الفلوس من معبر الحدود الرئيسي، وبعدها هيقول له على المكان اللي هيروحه في المكسيك، وانهم هيمشوا وراه بالعربيات وهو هيكون في الشاحنه لوحده. في نفس الوقت ده جيمس بيشوف شويه من عصابه مالك ماشيين، فبيستغل الفرصه وبيقتل واحد من العصابه وبيدخل البيت، وبيلاقي اتنين جوه وبيقدر ان هو يموتهم. وبيدخل يدور على مالك، ولما بيشوفه بيضربه بالنار وبيطلب منه التليفون بتاعه، وبيلاقي رقم التوبو وبيبعته لجون في رساله. وبتظهر الضابط اللي كانت في السجن وهي بتتكلم مع واحد من عصابه التوبو، وبتقول له ان جون اللي كانوا بيسالوا عنه طلع ليه ابن جوه السجن. فبيتصل على التوبو وبيعرفه. بيتصل جون على كوبر وبيقول له ان هو غير الخطه عشان يضمن ان كل حاجه هتمشي زي ما هو عايز، وانه مش هيعدي الحدود للمكسيك، وانه هيسلم الفلوس والتوبو وهو جوه. فكوبر بيقول لجون ان جاله معلومات وان في حد ربط بينه وبين جايسون وعرف ان هو ابنه. وبتوصل هنا الورقه اللي فيها رقم التوبو، فبيطلب منه جون انه يحدد مكانه ويقبض عليه. وبتبدا تحصل مطارده بين العصابه وجون، وبيضرب عليهم نار وبيتصف رجله، ولكنه بينجح ان هو يموت السواق ويقلب عربيه منهم. وبيكلموا كوبر تاني وبيطمنوا انهم امنوا ابنه وانهم حددوا مكان التوبو وافترضهم ليه. بتوصل الشرطه للمكان اللي كان فيه التوبو، ولكنه بيكون سواقهم وخرج من البيت. وبيشوف كوبر في الطريق وبيبلغ باقي القوات انهم يقفلوا الطريق عليه، وبيحاصروه وبينجحوا انهم يقبضوا عليه. وبنرجع لجون وبتكون العصابه لسه بتطارده، وبيحاول واحد من العصابه ان هو يقتله بس بيخبط جون عربيتهم وبيموته. وبينجح واحد من العصابه انه يقلب الشاحنه، وبيفتكر جون ان هو جاي يموته، بس بيلاقي واحد من ضباط مكافحه المخدرات قدامه. وبعدها بنشوف جيمس وهو بيقابل كوبر، وبيشكر كوبر على مساعدته وبيديله ورق يوقع عليه، وبيقول له ان جون اداله هو مكافاه القبض على التوبو ويعتبرها مكافاه نهايه الخدمه. وبينتهي الفيلم بجون وهو بيستقبل ابنه جيمس وهو خارج من السجن. اذا عجبك الملخص ده ادعمني بلايك، وما تنساش تتابع افلام اميره علشان تتوصل بكل الافلام الجديده. هستنى رايك في الفيلم ده واقتراحك لافلام جديده في التعليقات، ونشوفكم الملخص اللي جاي، ويلا سلام.